سلام البنات، مرحبا بكم معايا من جديد. كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير كما العاده. غنبدا معكم. جبت لكم واحد الدوازتاي كيجي سهل وبسيط. ما كيحتاج لا قطاعه لا حتى شي حاجه، يعني بالكاس. ممكن توجدوه دغيا دغيا العشيه. فاول حاجه غادي نبدا لكم بالمقادير. عندي 250 غرام ديال المارغرين، عندي نص باكيه ديال الخماره هي 4 غرام، عندي كاس ديال الدقيق، عندي كاس ديال اللوز. دائما العباره بكاس العنبه. كاس ديال اللوز اللي كنقسم على جوج، كل حبه كنقسمها على جوج. عندي كاس ديال السكر بودر، ما يكونش عامر بزاف. الدقيق حسب الخليط، وعندي نصف كاس ديال الزيت وبيضه. اول حاجه كناخذوا الدقيق، هذاك الكاس اللي عندي ديال الدقيق مع اللوز كنوضعوهم في واحد المقلاة وكنوضعوها فوق النار، وكنبقاو كنحركوا فيه حتى كيتبدل اللون ديالو، كيولي ذهبي كيتحمر، وداك اللوز كيتلبس كله بالدقيق. هاد الحليوه كنتمنى تجربوها لانها بصح كتجي بنينه بنينه بزاف. فانا غادي نستمر هكا حتى غادي يتحمر ليا الدقيق ونرجعوا باش نكملوا الطريقه. هنا من بعد ما تحمر ليا كما كتشوفوا، غادي نحيدوه من المقله وغادي نوضعوه في واحد طبسيل او لا في واحد الاناء هكا، ونخليوه حتى كيبرد تماما عاد نخدمو به. من بعد كناخذ داك السكر كنضيفو على الزبده وكنخدموه مزيان. انا كما كنقول لكم دائما السكر كيبقى على حسب الذوق. انا كندير كاس ما عامرش، نتوما ممكن ديروا كاس ديال العنبه عامر، وممكن تقللوا شويه. كنضيف بيضه وكنضيف نص كاس ديال الزيت. صافي كيبقى ليا الدقيق والخماره حتى الاخر. هنا غادي نخدم ديك الزبده مزيان مع العناصر ونتلاقاو باش نكملوا. هنا البنات كنضيفوا داك الدقيق مع اللوز من بعد ما برد مزيان، كنضيفوا على الخليط صافي، وكنحاول انني نجمع مزيان. وهنا بالنسبه للدقيق فانا خدات لي 3 الكيسان عامرين ديال العنبه وواحد 2 معالق كبار. هادشي اللي خدات لي انا ديال الدقيق، وانتم ديروا 3 الكيسان وبقاو تضيفوا شويه بشويه، ولا كان خاصكم كتزيدوا، كان ما خاصكمش فراه كتكتفيو بداك العبار اللي عطيتكم. انا خداو لي 3 الكيسان عامرين و2 معالق. فهنا انا غادي نستمر، غادي نبقى نخلط وغادي نضيف ديك 4 غرام ديال الخماره، وغادي نبقى هنا نجمع الخليط ديالي حتى نكمل، ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غنشكلوا الحلوه ديالنا ديال اليوم. من بعد ما جمعت العجين، هنا ما كتلصق لياش في اليد وكتجي خفيفه. ما تكثروا لهاش الطحين بزاف. صافي كنوضع واحد الورق فوق الطاوله ديال العمل، وكنبقى ندير منها حربول كما كتشوفوا في الصوره. هنا كنحاول نبسطها شويه من الفوق، كنبسطها بحال غادي بحال كنبسطها، مهم حتى كتولي فيها واحد سنتيم هكاك. هنا ممكن ترشوا شويه ديال الدقيق باش تساعد معكم في الخدمه. كنجيب واحد شويه ديال الدقيق في زلافه، وكناخذ كاس، يعني ما كنحتاج لا قطعه لا حتى شي حاجه، فقط الكاس، وكنبقى نقطع على شكل هلال. كنوضع داك الراس ديال الكاس او الفم ديال الكاس كنوضعو في الدقيق باش ما تلصق لياش في الكاس العجين. صافي وكنمشي هكا كنستمر، كنبقى نقطع هلالات وكنوضعهم في اللاطه اللي كتكون
دايره لها مفرشه فيها الورق ديال الطبخ. وكندخلوا الحلوه ديالنا الفران اللي كيكون مسخن من قبل، كنشعلوا له فقط من التحت وكنخليوه حتى كطيب الحلوه ديالنا. كنعاودوا نشعلوا لها شويه من الفوق باش تحمر، غير واحد شويه تعطيه واحد اللون ذهبي صافي وكنخرجوها. انا غادي نستمر هكا حتى نكمل العجين اللي عندي ونتلاقاو في التقديم. هنا البنات من بعد ما خرجت الحلوه من الفران كما كتشوفوا تحمرات من التحت، من الفوق غير شويه. يعني ما تحمروهاش بزاف، من التحت راها طايبه ومن الفوق فقط غير شويه ماشي بزاف، لان ما تحتاجش غادي نغبروها بالسكر كلاصي. هنا من بعد ما خرجتها باقا سخونه كتخليوها تبرد واحد شويه عفوا. كناخذ واحد المصفاه هكا وكنوضع فيها السكر كلاصي كنغبرها بها. الا كنتو باغيين توضعوا السكر كلاصي في شي اناء وتبقاو تدوزوا وحده بوحده، ما بغيتوش فقط كتكتفيو بهذا الشكل اللي درت انا، ما كتهزش بزاف ديال السكر. هنا هذه هي الحلوه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا، وكنتمنى تجربوها لان الصراحه كتستحق التجربه، كتجي بنينه. وما بقى لي الا نقول لكم بصحه وراحه، بسلام عليكم.